اللاعب المتخلق والمتدين، واحد من المواهب الشابة اللي نال رضا الجمهور المغربي. موهوب، سريع وذكي، وكيتميز باللعب في جميع المراكز. اللاعب اللي مختلف، كيقدر يلعب باليمين وكذلك كيقدر يلعب باليسار. شكون هو هذا اللاعب وفين تزاد وفين كيلعب وجميع التفاصيل اللي غنعرفوها في هذا الفيديو. بقاو معايا ما تمشيو فين، عطيوني واحد لايك نوصلوا هذا الفيديو لواحد 2000 لايك. البطل ديالنا زكريا بوخلال. تزاد زكريا في 18 فبراير سنة 2000 في مدينة روتردام بهولندا، من أب ليبي وأم مغربية. الأم ديالو سميتها لاميا البكراوي السملالي، والأب ديالو سميتو طارق الهاشمي أبو خلال. والأم ديالو حتى هي كانت بطلة رياضية ولكنها ما كملاتش وتوقفات بسبب الزواج وانتقلت للعيش في هولندا. زكريا بلي كان عنده 3 سنين انتقل مع العائلة ديالو لمدينة الدار البيضاء لينشأ في محيط عربي وثقافة مغربية إسلامية. تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم، وفي 2007 غيعاود يرجع لهولندا. وهنا غتبدا قصه زكريا بوخلال مع كره القدم. بدا تيبين انه تيبغي هاد اللعبه وكيحبها وعنده موهبه فيها، وباه دائما كان تيراقبه وكيشوف ولده كيفاش كيلعب وديك الموهبه الخارقه اللي عنده. وبالتالي باه غيدخلوا لواحد النادي ديال الهواة المحلي يونيتاس، ومن بعد غينتقل لنادي وارويك، وعاود من بعد غينتقل لنادي رابتيب. هذه الانديه اللي بدا منها زكريا بوخلال. مسيرته الكرويه في الهواة في 2009 ولات عنده 9 سنين غينضم زكريا المركز التدريب ويلام الثاني، وهنا غيبدا التكوين الاكاديمي باش يسقل موهبته ويطورها اكثر، يتعلم كره مزيان ويعرف كيفاش يتعامل معها. وهنا غيبقى معاهم 8 سنين. وهنا زكريا بدا كيتالق وبدا كيبين انه عنده موهبه مختلفه، خصوصا انه كيلعب في جميع المراكز وكيقدر يلعب برجليه بجوج. وهنا غيكتشفوا واحد جوج ديال النوادي، نادي اياكس امستردام ونادي ايندهوفن. وفي 1 يوليوز 2017 وهنا ولات عنده 17 سنه غيوقع عقد لمده 4 سنين مع نادي ايندهوفن فئه الصغار. وهنا غيقدم معاهم اداء جيد وواعر، اداء اللي كان في المستوى ويخلي نوادي اخرين تكتشفوا. وفي المرحله اللي هو كيلعب معاهم غيجي واحد العرض رائع من نادي توتنهام هوسبير، ولكن رفض العرض واختار يكمل مع النادي الهولندي اللي كيلعب فيه. زكريا هنا بدا كيتالق وغيلعب مع الفريق الرديف، ولعب معاهم موسم 2017 2018. وهنا بدا ياخذ تمارين مع الفريق الاول لنادي ايندهوفن كمكافاه على الاداء ديالو الجيد من طرف المدرب. وفي 12 ماي 2019 غيلعب لاول مره مع الفريق الاول لنادي ايندهوفن، دخل كبديل في الدقيقه 88 في مباراة ضد نادي اركمان، النادي اللي غيوقع معاه في نفس العام. جاه عرض من نادي اركمان الهولندي وايفرتون الانجليزي، ولكن رفض الطلب ديال النادي الانجليزي وقبل الطلب ديال النادي اركمان الهولندي، وبغى يستمر في هولندا ويبان فيها مزيان ويعطي فيها مزيان قبل ما يمشي لشي نادي اخر في شي دوله اخرى. وفي 27 غشت 2019 وهنا كيكون عنده 19 سنه غيوقع على عقد في 4 سنين مع نادي اركمار الهولندي. وهنا بدا كيتالق اكثر وبدا كيسجل في الاهداف وبدا كيقدم اداء جيد في الفريق. ومن بعد 3 مواسم مع نادي اركمار غيبداو يجوا عده عروض من عده نوادي سواء داخل البلد او خارجه. وفي 24 يونيو 2022 غيوقع عقد مع نادي تولوز الفرنسي لمده 4 ديال المواسم الى غايه 2026. الصفقه اللي وصلت 2 مليون ديال الاورو. واول مباراه ليه مع النادي كانت مباراه اللي جمعات ما بين نادي تولوز ونادي نيس، ولحد الان هو مازال مستمر في العطاء ديالو والتالق ديالو في النادي الجديد. وعلى المستوى الدولي وبحكم انه تزاد في هولندا، زكريا ابو خلال كان عنده الاختيار في تمثيل 3 منتخبات: المنتخب الهولندي لانه تزاد في هولندا، والمنتخب المغربي من جهه الام لان الام ديالو مغربيه، والمنتخب الليبي من جهه الاب لان الاب ديالو ليبي. ولكن الاختيار ديالو كان باين، وهو صغير كان دائما كيحلم انه يلعب مع المنتخب المغربي. وملي جاه اول اتصال من المغرب بقياده وحيد خليلوزيتش قبل العرض بدون تفكير بلا ما يفكر. وهنا بدا في تغيير الجنسيه الرياضيه من طرف الفيفا، وهنا الفيفا ما عكساتش وقبلت الطلب ديالو. وهنا هذا الامر ما عجبش الليبيين وبداو كينتقدوا بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم هذه الانتقادات كامله على ابو خلال، زكريا ابو خلال ما غيرش الاختيار ديالو ابدا وبقى مصر على التمثيل ديالو للمنتخب الوطني المغربي. وفي 13 نوفمبر 2020 في مباراه اللي جمعات ما بين المنتخب الوطني وجمهوريه افريقيا الوسطى دخل كبديل في المباراه في الدقيقه 59 من عمر المباراه. وهنا غيلعب لاول مره بقميص المنتخب المغربي، وهنا غيسجل اول هدف ليه مع المنتخب الوطني في نفس المباراه من خلال تمريره اللي دوزها ليه ايمن برقوق. وهنا غيبدا الناخب السابق للمنتخب المغربي خليلوزيتش في الاعتماد عليه، وبالتالي غيكون في قائمه اللاعبين اللي شاركوا في بطوله كاس افريقيا اللي تقام في الكاميرون. وفجا الدور ديال وليد الركراكي غيعيط لابو خلال باش يكون في قائمه اللاعبين اللي شاركوا في بطوله كاس العالم 2022 بقطر. وليد الركراكي شاف ابو خلال انه لاعب اللي غيعتمد عليه في كاس العالم، وكما شفناه في المباراه اللي جمعت ما بين المغرب وبلجيكا في دور المجموعات اعطانا الهدف الثاني اللي كان حاسم وخلانا نامنوا المباراه وننتصروا على الشياطين الحمر. ومن الناحيه الاخلاقيه ابو خلال انسان خلوق وعزيز عليه الخير وكيدير الخير بزاف. زكريا ابو خلال حافظ القران الكريم، وشفنا كيفاش كيصلي مؤخرا باللعابه، وشفنا بزاف ديال الاخلاق ديالو الزوينه، وشفنا كيفاش كيدعي بزاف ديال الناس للاسلام سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او غيرها، وشفنا كيفاش
كيفاش كيشرب الماء وكيطبق السنه النبويه والكثير من الاشياء الزوينه. وبالاضافه الى هذا الشيء كامل مؤخرا بنا واحد الملعب ديال الاطفال بدار بوعزه في كازا، وحنا كنتمنوا ليه كل التوفيق والمزيد من العطاء ان شاء الله. واذا كيعجبوكم بحال هذه القصص خليوا لي تعليق وديروا واحد لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.